السلام عليكم يا أحلى بشر في الدنيا. إيه الأخبار؟ النهاردة فيديو جديد وفكرة جديدة، يا رب تعجبكم. لو لسه أول مرة بتشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتسيبوا رأيكم في الكومنتات. 10. صورة عائلة كوبر. لسه لغز صورة عائلة كوبر لغز غامض ومتحلش لحد دلوقتي، والصورة دي اتخذت بواسطة الأب للأم والجدة والأطفال، وده كان بسبب الاحتفال ببيتهم الجديد في تكساس. وفي اللحظة اللي اتلقطت فيها الصورة العيلة ملحظتش أي حاجة غريبة، ولكن بعد استخراج الصورة ظهر فيها شخص بيسقط أو متعلق في السقف، ولم يتم تحديد ملامح الجسم ده أو سبب ظهوره لحد النهاردة. 9. السيدة البنية، ودي واحدة من أشهر صور الأشباح واللي اتحكى عنها قصص كتير، والصورة دي ظهرت لأول مرة في مجلة الحياة الدولية سنة 1936، واللي باين في الصورة إننا شايفين دوروثي والبل أو السيدة البنية، وسبب تسميتها بكده بيرجع للفستان البني اللي كانت بتلبسه. وماتت الست دي بسبب إن زوجها كان بيشك في خيانتها ليه، فحبسها في قاعة رينهام مدى الحياة. وبعد موتها ظهرت تقارير كتير بتؤكد رؤية شبحها بعد الموت، والبعض بيدعي إن الصورة دي مزيفة، ولكن لم يظهر دليل واحد على كده لحد دلوقتي. 8. وشوش غرقانة. اتلقطت الصورة دي من خلال ناقلة نفط عام 1924، لما كانت الناقلة دي بتبحر من كاليفورنيا لنيويورك، وفي الطريق مات 2 من طاقم السفينة، هما جيمس كورتني ومايكل ميهان. وبعد الانتهاء من المهمة قرر القبطان انه يدفنهم في المية، فلك ان تتخيل الرعب على وجوه طاقم السفينة لما لقوا وجوه الميتين على سطح المية باتجاه السفينة بعد يوم من الدفن. 7. إعلان تجاري مرعب. من كام سنة ظهر فيديو غريب على الإنترنت وانتشر بسرعة، ولما تتفرج عليه هتلاقي واحدة قاعدة لوحدها في أوضة، وفجأة الكرسي يتحرك ناحيتها لوحده، ولما حاولت الست دي تهرب الترابيزات والكراسي حاولوا يمنعوها. طب ده ممكن يكون ايه؟ والإجابة إنه كان إعلان ماليزي لفيلم اسمه بان جونان. 6. الشيطان الراقص. الصورة دي رعبت كتير من الناس، واللي اتلقطت من خلال شاشة عرض في غرفة الحضانة، واللي بتوضح إن كان في شيطان بيرقص فوق المريض، والمريض ده اتوفى بعد ساعات قليلة من ظهور الصورة دي. ولكن اتضح بعد كده إن الشيطان ده ما هو إلا وهم، لأن بعد تحليل الصورة اكتشفوا إن رجل الشيطان هي رجل المريض، والفخذ هو ترابزين السرير، والجزء العلوي من الجسم هو مجرد مخلفات طبية، وده بيثبت إن خيالنا يقدر يخدعنا في أوقات كتير. 5. جسم طائر غير معروف. اتلقطت الصورة دي عام 1962، في حيث إن مفيش حد قدر يثبت إن الصورة دي مزيفة. وفي عام 1978 ألغت وكالة المخابرات المركزية المئات من الوثائق المتعلقة بالأجسام الطائرة الغير معروفة، وبالرغم من كده اتنشرت الصورة دي مع مواد تانية بطريقة غامضة. 4. غريب في الطيارة. اتلقطت الصورة دي في قاعدة أسطول عسكري في سومرست في إنجلترا سنة 1987، وكانت الست دي لوحدها، وأكدت إنها حست بشيء من البرودة جنبها بالرغم من الطقس الحار في اليوم ده. وبعد طباعة الصورة لقت شخص قاعد جنبها في الصورة، مع عدم وجود دليل قاطع على تصديق أو تكذيب حقيقة الصورة. فهل تعتقد إن الصورة حقيقية؟ 3. شبح السيدة تشينري. اتلقطت الصورة دي بواسطة مابل تشينري سنة 1959، كانت هي وزوجها أثناء زيارتهم لأمها في المقبرة، ولما حبت إنها تصور زوجها في العربية، وبعد طبع الصورة اكتشفت أمها كانت قاعدة في المقعد الخلفي، وأحد الخبراء اللي فحصوا الصورة أكدوا إن الصورة دي حقيقية تماما ولم تخضع لأي تعديل. وظهرت كتير من النظريات اللي بتناقش الحادثة دي،
ولكن الحقيقة لسه مش معروفة. 2. شبح في الكنيسة. تعتبر الصورة دي من أكتر الصور رعب وغموض بالنسبة للغربيين، والصورة التقطها كاهن للمسبح في كنيسة في شمال يوركشاير في إنجلترا، واعترف بعد كده إنه لم يلاحظ أي شيء غريب في وقت التقاط الصورة، بس أنت تقدر تشوف شبح كاهن آخر بكل وضوح. وبعد تحليل الخبراء للصورة أكدوا إن الصورة حقيقية ولم يتم إضافة أي تأثيرات فيها. 1. السيدة بابوشكا. يطلق لقب السيدة بابوشكا على امرأة غامضة ظهرت في يوم اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وأطلق عليها اللقب ده لأنها كانت لابسة طرحة بطريقة كانت بتلبسه السيدات الروسيات في نفس الفترة، والست دي اتشافت ماسكة آلة تصوير صغيرة وموجودة ضمن صور وفيديوهات لحادثة الاغتيال. والغريب إن بالرغم من المجرمين وأصوات طلقات النار والرعب والذعر اللي حل على الناس في المكان، إلا إن السيدة بابوشكا كانت بتتابع التصوير أكن لم يحدث شيء في هدوء تام. وفضلت السيدة بابوشكا علامة استفهام، فبالرغم من إعلان المكتب الفيدرالي عن جمع معلومات عنها أو عن الفيديو اللي صورته، إلا إن محدش عرف يجيب أي معلومة عنها. وفي الآخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل فيديوهاتنا الجديدة أول بأول.